هاي جايز، كيفكم؟ رجعنا لكم فيديو جديد وفلوج جديد. اليوم الفلوج راح يكون عبارة عن هي راح اورجيكم كيف لون خاتم، يعني وهو تحسوا لونه هيك اسود وما عجبكم مع الملابس، يعني صار يعني من اول مرة شريتوه ذهبي وبعدين صار لون اسود. فهذه الطريقة يلي راح اورجيكم اياها كيف ترجعونه لون مناسب لإنكم وكتير كتير حلو. فأول شيء لازم نجيب الأشياء يلي رح نستعملها بس ب4 مكونات أو 5 أو 3 أو ما بعرف. يعني أنا أول مرة هي الطريقة يلي عجبتني، أنا كان عندي خاتم هيك قديم وحبيت ألبسه هيك، يعني لقيت لونه أسود فعملت خلطات من راسي والله نجحت الطريقة. جيبي الأشياء يلي رح نستعملها اليوم. أول شي رح نستعمل هيدا، وهيدي هي المكونات. نحكيلكم شو حطيت. أول شي هي حطيت الماء، حطوا هيك ماء اللي بدكن إياه. ثاني شي حطيت الليمون، ثالث شي حطيت الخل، وحطينا الجافيل، وهذه هي كل المكونات، يعني 5. فهون شوفوا هذه هي حطيتن هون، جبت هيك حطيت عليها كل المواد يلي قلتلكن اياها: ليمون، ماء، الخل، ملح 5 أشياء. وهذه هي صابون للصحون وهيك. شوفوا يعني جواته شيء. هذه هي الخاتم يلي قلتلكن عليه، شوفوا كيف صار لونه. شوفوا راح تتفاجئوا، شوفوا كيف صار لونه. من قبل كان لونه أسود، وشوفوا هلأ يعني راح أجيب خاتم تاني جربكم إياه عشان تصدقون الطريقة وتشوفوا تنجح أم لا. جبته، شوفوا الفرق، شوفوا هون. فراح نشوف. أول شي راح نحطه هون، اخلطه منيح. خلوها دقيقة أو دقيقتين وهي هون، يعني يروحوا شي اقضوا هيك، العبوا وارجعوا لا، وبعدين لسه في أشياء بنعملها، فراح خليها دقيقة أو دقيقتين. وهيك رجعنا راح نشوف. وهيك راح نسحبه. راح نمسحه منيح.
وقفي. باي. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكرة والطريقة يلي نحنا عملناها، بس هيدا اخترعتها من راسي والله. فلا تنسوا تحطونا لايك واشتراك، وانصحكم تجربون هيدا الطريقة في اي خاتم اختك او ابنة عمتك او ابنة خالتك او تبعك، او يلي تشوفي انه هيك خاتم لونه سودا. قولي له تعالي وورجي له هيدا الفيديو وتجرب الطريقة، والله جدا جدا حلوة.